تنبيه في الاول، بس الفيديو مش لاي حد تحت ال16 وفي الفاظ خارجه، فلو اي حد مش حابب يسمع الالفاظ دي يا ريت يخرج من دلوقتي. اسيبكم مع الفيديو. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ فيديو جديد من الاستوديو التحليلي. عمرك كنت عايز تضحك من قلبك بجد لدرجه ان انت عايز تموت في الضحك، اللي هو خلاص انا عايز اضحك لابعد حاجه انا اقدر اوصل لها، فهتقرر تروح للستاند اب كوميدي، صح؟ اصل مين هيضحكك اكتر من شخص شغلته الاساسيه انه يضحكك اصلا؟ بس لما جيت اتفرجت لقيت كل اللي بيعملوا ستاند اب كوميدي بيعملوا حاجه واحده بس، بيدخلوا على الفيسبوك ويكتبوا احسن نكت 2025. نكتهم بتفشخ، يعني مثلا ممكن يقول لك ايه، مره واحد قرع اتزحلق وقع على قرعته واتزحلق تاني. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ وبحس الناس الموجوده بتضحك غصب عنها عشان دفعت فلوس خلاص، عارف اللي هو ايه، ما انا مش هبقى دافع ومش هضحك انا كمان. فقررت ان انا ادخل واضحك، ويلا نضحك مع بعض عشان نطلع كل الضحك اللي جوانا ويا رب نضحك. كله تمام؟ الحمد لله. انا الحقيقه النهارده دي المفاجاه. ايه ده يا ريس؟ صباح الفل معانا. اصل لقيتك قاعد عامل فيها كده. ايه ده؟ يعني انا متخيل نفسي مكان الراجل اللي هو كلمه ده، وغالبا هبقى جاي مبطون وعايز اضحك، يقوم ابن راجل الكهف ده جاي عايز يطلعني انا مسرح. يا ابني يا جدعان، يا ابن الحلوه، انا كنت منفعل شويه فمشيها يا ابن الحلوه. اللهم صل على النبي. انا بس النهارده المفاجاه ان انا مش جاي اعمل ستاند اب كوميدي. عارفين الواد ده بيفكرني بمين؟ مدرسين الثانويه العامه، تحسه لسه خارج منها وبقيه المدرسين لسه موجوده فيه، يعني نفس خفه دمهم البطان. بتبقى زي ما اتولدت. فانا وبعدين وارد ان انت تتزنق في الشتاء. انا ما عنديش مشكله اتزنق في الشتاء، بس عندي مشكله ان انا ادخل الحمام، لان اول ما بدخل الحمام بضطر طبعا كده تبتدي تبص وراك كده اعملها ازاي دي، فبتحاول اول مره فاهم كده، ايه ده؟ لا 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 لا. طب يا جدعان، ممكن الراجل ده يكون اول مره فمش عارف يقول ايه او مش عارف يقولها ازاي، فطريقته بضن او نكته بضن، فاهمني؟ احنا هنشوف واحد تاني يمكن يبقى احسن ونضحك بقى، يا رب نضحك، انا نفسي اضحك. عسل عسل مسا التماس يا رجاله. عارف لما تبقى انت المحترم وسط اصحابك ومره واحده تبقى عايز تثبت نفسك، هتلاقي نفسك بتتكلم بنفس الطريقه دي، اللي هو تدخن صوتك وتعمل نفسك اللي انت شبيح في نفسك. ما تحاولش، لو انت شخص طيب ما تحاولش تبقى شرير. هو انا سمسم وبحب اشتم. يعني ايه بتحب تشتم؟ انا مال اهل انا؟ لا، واضح ان الراجل ده احسن بكتير، مستواه عالي قوي من اللي فات. ده حتى الناس مش بتضحك له اللي هو شفقه على فلوسهم كده، لا ما بتضحكش من كتر ما هو بضن، الناس ما بتضحكلوش يا اسطى. انا نفسي اعرف ليه حاشين مناخيرنا في حياه بعضينا كده ونعمل حاجات غريبه قوي. يعني مثلا انا لقيت نفسي محير ناس كتير قوي، وكل الناس عشان اسمي امير عزت فبيحتاروا فيا، انت مسلم ولا مسيحي؟ اهو مثلا انا الراجل ده من كتر ما نكته مش بتضحك بدأ يصعب عليا بجد، محدش بيضحك له. انا بمر الراجل ده صعب عليا بجد، ما بهزرش. يعني انا مثلا لو عملت لكم في نفسي كده، شيكت واديتكم الفيس ده، دكتور صيدلي امير عزت مينا نادر تقريبا، صح؟ ايه حبيبي، يلا خش بقى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انا زعلان فشخ على سمسم يا جدعان، والله محدش بيضحك له، حتى نكت الفيسبوك ما جاتش معايا بجد. يعني انا فاكر جدتي زمان وانا صغير كانت تقول لي امير لو ما سكتش هديك على حنطور عينك. فين حنطور عيني ده؟ قولوا لي والله نركب ونتحنطر مع بعضينا يعني. سمسم بيحاول يضحكهم بكل الطرق، مفيش فايده، مفيش ولا طريقه نافعه. جرب نكت الفيسبوك ما جاتش معاه، جرب نكت وهو صغير ما جاتش معاه برضه. سمسم ارجوك جرب حاجه جديده، اللي هو مثلا ايه، جرب بتاعه الاقرع يمكن تجيب معاهم، معرفش. الواد اللي فات يعني كان الناس كانت متعاطفه معاه وكانت بتضحك، انت مفيش حد حتى مش متعاطفين مع الفلوس اللي هم دفعوها لك. ايوه موضوع حلو، تتفرج على ماتش كوره يقول لها يا عم حرام عليك ياخد طرد، ده خبطه في بيت رجله. ودي بتبقى نهايه كل ستاند اب كوميدي ما بيضحكش، بيدخل في سكه النكت الجنسيه وخلاص. المهم ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبك. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك. لو عجبك وعايز تتفرج على فيديوهات اكتر يا ريت تعمل اشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.